يا جماعة فترة المراجعة النهائية دي أقسم بالله كافية إنك تبدأ المنهج من البداية، اعتبر اليوتيوب ده كنز من غير ما اشترك في منصات. أنا كنت بعتبر اليوتيوب ده كنز، كان أي حاجة مثلا تقف عليا أدخل أكتب شرح درس كذا وأشوف المستر اللي يطلع لي. 2025 العام الحالي أنصحكم بفيديوز ليالي الامتحان 2024 أقسم بالله ما فيها معلومة ناقصة. دايما والدتي لما تيجي تدعي لي تقول لي يا ربنا يديك على قد لا يما لا لا انت ايوه. بتدعي عليا دي مش دعوه دي لا ابتدى لا عليا كده. لا بتدعي عليا كده لا، فما مش حابب ده بصراحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود خضر، والفيديو ده هو الفيديو الأول من سلسلة فيديوهات الثانوية العامة، واللي يهمنا فيها هي إجابة أسئلتكم اللي بعتوها لينا بخصوص فترة المراجعة النهائية وإزاي نستعد ليالي الامتحان. ومعانا في الفيديو الدكتور عمر محمد حسن. عمر كان جايب في الثانوية العامة أكتر من 94%، وهو حاليا في الفرقة الأولى كلية الطب جامعة عين شمس، وهو من الناس المهتمة بإفادة غيرها من الدفعات القادمة في الثانوية العامة، ونشط في عملية مساعدة إخواتنا وحبايبنا في الثانوية العامة. فهسيب لكم لينك صفحته تحت في الديسكريبشن. هو معانا النهاردة علشان يشاركنا تجربته في المراجعة النهائية ويرد على أسئلتكم. عمر في الأصل صديق قديم ليا ومن الشخصيات اللي فعلا واعية وناضجة. الفيديو طويل شوية بس عشان حاولنا نغطي كل جوانب المرحلة دي من السنة، فكمل للآخر علشان الزبدة بتاعتها في الآخر. وحقيقة أتمنى إن الفيديو ده يوصل لكل الناس اللي في الثانوية العامة، وده دورك كمستمع إنك تبعتها لحبايبك في الثانوية العامة وزمايلك لو شايف إن هما ممكن يستفيدوا من الفيديو ده. وخلينا نبدأ الفيديو. ابدا يا باشا عشان نبدا. بعد إذنك كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، رب تكونوا بخير. التقينا بدكتور عمر. دكتور عمر ما شاء الله هو طالب بالفرقة الأولى طب عين شمس، وما شاء الله في الثانوية العامة كان جايب 94% وكسور، صح كده مظبوط؟ فإن شاء الله نتكلم عن فترة المراجعة وإزاي نستعد ليالي الامتحان، وكل الأسئلة بتاعتكم اللي انتوا بعتوها إن شاء الله نجاوب عليها، وأهم الأسئلة يعني، وده أهم فيديو عموما انت إن شاء الله تتفرج عليه في المرحلة دي ويفيدك. فتفضل يا دكتور عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبافضل صحه وحال. اجتمعت مع صديقي الغالي دكتور خضر في لقاء إن شاء الله يكون مميز، يكون مقبول ويلقى قبولكم بإذن الله تعالى. هنناقش فيه بعض الأسئلة المهمة، بعض المشاكل اللي بتواجه حضراتكم الفترة دي، وبإذن الله نساعد في إيجاد حلول لها بفضل الله. وده مش فكر، ده عن تجارب شخصية أنا مريت بيها أو غيري من زمايلي مر بيها. إن شاء الله تستفادوا منها ونخرج بأكبر استفادة بإذن الله. طيب خلينا نبدأ على طول بأول سؤال اللي بيشغل دماغ أي حد حاليا في الفترة دي، هو نراجع أونلاين ولا سنتر يا دكتور عمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة اونلاين او سنتر بتختلف من طالب للتاني وبتعتمد على شغلك طول السنة. لو انت طالب متعود تشتغل اونلاين على الاقل في مادة، يعني على مدار العام كنت شغال اونلاين على الاقل في مادة واحدة او اكتر، انا ارجح بشدة ان انت تكمل اونلاين في المراجعة النهائية. هيوفر عليك وقت، هيوفر عليك مجهود، تبقى قاعد مع نفسك مرتاح في بيتك بتعمل اللي انت عايزه بكل اريحيه. فالموضوع هيكون فيه فلكسبيليتي اكتر او مرونه اكتر في ان انت تتعامل مع نفسك. لكن لو انت طالب ما جربتش الاونلاين طول السنه وجيت في النهايه وحابب تشتغل اونلاين، لا، فده هيكون قرار خاطئ بالمره. يعني ده هيكون قرار خاطئ وكفيل ان هو يبوظ شغل سنه كامله، لان انت ما جربتش تعتمد على نفسك، ما جربتش تذاكر لوحدك وتحل لوحدك وتراجع لوحدك. وان انت مثلا لو واقف عليك سؤال فانت بتبعت لتيم المستر على المنصه، فانت ما جربتش كل ده، فما تجيش في الاخر وتاخد قرار مفاجئ وقرار للاسف هيكون قرار خاطئ ويبوظ لك شغل السنه. فلو انت شغال اونلاين من بدايه العام انصحك تكمل اونلاين، او على الاقل مثلا كمل في الماده او المادتين او الثلاثه اللي انت شغال فيهم اونلاين من بدايه السنه، وكمل سنتر في باقي المواد اللي انت مكمل فيها. لكن لو انت ما جربتش اونلاين فما تجازفش وتخاطر بشغل سنه كامله علشان فكر او علشان حد بيلعب في دماغك يقول لك لو انت اشتغلت اونلاين فانت هتوفر وقت وهتوفر مجهود، بس انت ما اتعودتش. احنا نختلف عن بعض، قدراتنا متفاوته. ممكن بعضنا كان شغال سنتر ويجي في النهايه يكمل اونلاين وربنا يكرمه او هو يقدر يوفق، لكن في المعظم او في الاغلبيه للاسف اللي شغال سنتر فهو متعود على نظام شرح، متعود اللي هو بيتفاعل مع مدرسه، متعود على المنافسه بينه وبين الطلبه والفيزيكال في الشرح ده. مش هيجي في الاخر ويقعد قدام شاشه او قدام تاب مثلا او لاب تلاقيه بينام على نفسه مثلا، بيمل وهو قاعد لان هو متعودش على كده.
اتعودش على كده، هو اتعود مثلا ان هو لو تفاعل. بالظبط على التفاعل الانتراكت بينه وبين الطلبه بينه وبين المدرس، فهيجي في الاخر بتلاقيه قاعد قدام التاب مثلا بتاعه بيسمع مركز نص ساعه في نص الفيديو، هو هتلاقيه بيجريه مثلا عايز يقضي غرض وخلاص ويكروت. على اكس 2. انا اكتر واحد كنت شغال على اكس 2، بس انا كنت حابب كده والحمد لله كنت فاهم. لكن بعض الطلبه بتعمل كده تأدية واجب، هو شايف ان محاضره الاونلاين دي هو عايز يخلصها وخلاص، ويرضي غروره او يرضي كبرياءه اللي هو انا عملت اللي عليا وسمعت المحاضره. لكن لا، انت ما حصلتش الاستفاده الكامله منها. تسمع راب. حرفيا هو فعلا راب تعليمي حرفيا. فلا، لو انت شغال اونلاين كمل اونلاين، لو انت شغال سنتر انصحك تكمل سنتر، ما تجازفش وتخاطر في نهايه العام. يا جماعه فتره المراجعه دي فتره جوهريه كفيله ان هي تغير شغل سنه كامله 180 درجه، فبلاش مخاطره، للاسف ممكن تضيع مجهود سنه كامله. طيب ازاي ابدا اراجع من الاول، خصوصا لو انا ناسي اللي في الاول خالص ده؟ هل ده طبيعي ان انا يعني طبيعي ان انا ابقى ناسي اللي في البدايه خالص؟ وازاي ابدا اراجع من الاول اللي فاتني ده؟ بخصوص النسيان، فاحنا في الاول والاخر بني ادمين، فطبيعي انك تنسى، لان برضو انت الحاجات دي انت واخدها من بدايه السنه، فانت بتاخد معلومات جديد والجديد بيتراكم عليك، فطبيعي انك تنسى القديم. لكن ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا في مخنا ان احنا ما بننساش حاجه. انت بيتهيألك انك نسيت، لكن انت فعلا ما بتنساش حاجه. انت لو رجعت تراجع او تعمل سكاننج للصفحه مثلا اللي انت ناسيها دي، هتلاقيك فاكر على الاقل 50% منها، او لو كمان ما وصلش 80% منها. فانت مش ناسي حاجه، انت بس تراكمت عليك المواد، تراكمت عليك المعلومات، فهي بعيده دلوقتي عن ذاكرتك. لكن لو انت رجعت تراجعها تاني هتلاقيك متذكر كل حاجه، ما تقلقش. وبخصوص المراجعه، فده من وجهه نظري الشخصيه وعن تجربه في الكليه دلوقتي، انصحك تراجع عن طريق الاولويه او على حسب الاولويه. بمعنى حضرتك اكيد عارف تقسيمه الفصول والشباتر والدرجات اللي عندك في كل ماده، فمعروف ان مثلا في الكيمياء العضويه هي اللي بتاخد النصيب الاكبر من الامتحان، معروف مثلا في الفيزياء الفصل الثالث بياخد النصيب الاكبر من الامتحان، وهكذا. مثلا في العربي النصوص والقراءه بتاخد النصيب الاكبر، فالحاجات دي ادي لها اولويه واهميه اكبر. مش كل لما تيجي تبدا مراجعه تبدا بالفصل الاول، هتلاقيك كل لما تيجي تحب تراجع مثلا هبدا بالفصل الاول، ببدا بالفصل الاول، وتلاقيك في اول درس كملت فيه 3 4 ايام. ده ليه؟ طيب لا، الفصل الاول يعني بيكون سهل، درجاته معقوله في الامتحان مش كتيره قوي، فلا ادي له على قد اهميته. فانا مش هفضل طول الوقت في الفصل الاول ده وعندي فصل تاني، انا محتاج ان انا ادي له مجهود واهميه اكبر، خصوصا ان انت في بدايه المراجعه، انت عندك حماس، عندك شغف ان انت لسه بادئ، فلا طلع مجهودك ده في حاجه تستاهل. بعض المدرسين على فكره بادئين بالنظام ده، هو عارف ان الطالب في البدايه عنده حماس وعنده شغف، فبيبدا له بالحاجات الصعبه علشان يقدر ينجزها ويخلصها بدري. تمام. ولانه برضك على مدار العام فهو راجع الفصل الاول والثاني ده كتير، فهو لسه مثلا مخلص الثالث قريب وامتحن عليه، فما ادالوش اهميه في المراجعه اكتر، فلا دلوقتي بيهتم بيه اكتر. بس احنا عايزين يا دكتور عمر عايزين ننبه ان لو انت يعني انت ابدا بالمهم وكده، بس لو انت المستر بتاعك ماشي بنظام معين انت التزم طبعا بالنظام بتاعك. طبعا طبعا يا جماعه، اساس العلاقه بين المدرس والطالب هي ثقه، لازم أن تكون واثق في مدرسك، تعتمد يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى على استاذك ان هو هيقدر يرشدك ويوجهك ويقومك ويقيمك برضه في نفس الوقت. فانت ثق في مدرسك، التزم بكلام حضرته، اسمع كلامه. اكيد المدرس ده انت مش اول دفعه ثالثه ثانوي بالنسبه له، هو اشتغل ثالثه ثانوي قبل كده، فهو عارف فكر الطالب، عارف امتى يديك المعلومه دي امتى ما يديكاش دي، فما تقلقش، مفيش مدرس هيبخل عليك بالمعلومه او هيدخلك امتحان منقوص من المعلومات المنهج بتاعتك، كلها هتتقال، بس بتختلف من مدرس للتاني هو هيقولها امتى، لكن كده كده هتتقال، فما تقلقوش خالص. طيب يا دكتور عمر، عايزين نعرف هل عادي اراجع مع اكتر من مدرس؟ يعني مثلا انا في ماده معينه كل الناس بتقول لازم تراجع مع فلان وفلان مش عارف مين كمان، ده بيشتت، اتعامل مع ده ازاي؟ سبحان الله، احنا لسه بنقول من دقيقة بالظبط ثق في مدرسك، يعني ما بلاش حوار التشتت ده. للأسف في بعض الأحيان التشتت ده بيخليك إن أنت مشتت ومش قادر تفكر، مش قادر توفق بين شغل المدرس ده وشغل المدرس ده، خصوصا إن كل أستاذ وليه ملكته في توصيل المعلومة، ليه طريقته، ليه فكره، فليه تشتت نفسك؟ وفي البداية أنت اخترت مدرسك ده عن مشورة، ما هو أنت ما كنتش مجبر على الاختيار ده من البداية، ولو كنت مجبر فأنت كده خدت قرار خاطئ. لا، أنت دورت كويس وسألت عن مدرسك وشفت إن في طلبة ممتازة طلعت من عند حضرته، فكده هو ممتاز، فبلاش تشتت نفسك في النهاية. وللأسف بعض الطلبة بتنخدع، المدرس ده هو أجمل مدرس في الفيزياء، أجمل مدرس في الكيمياء، فأنا لازم أخد معاه علشان أقفل. لا، نهائي خالص يا جماعة، نهائي خالص. انت اشتغل مع مدرسك واتعب معاه، هتلاقيك بتجيب درجات عاليه. بنفس الفكره برضو الاستاذنا المحترم المشهور ده بيتعب وطلبته بيتعبوا فبيقفلوا، فده مش مقياس ان انا لو ما خدتش مع المدرس الفلاني فانا مش هقفل، لا. لكن ودي حاجه انا كنت بعملها شخصيا، انا كنت بحب اطلع باكبر استفاده من كل الناس، يعني انا ما كنتش مقتصر مثلا على مدرس بعينه، مع احترامي لحضراتهم طبعا، يعني كلهم اساتذتي وافاضل، لكن انا مثلا كنت بعتبر اليوتيوب ده كنز.
من غير ما اشترك في منصات. انا كنت بعتبر اليوتيوب ده كنز، كان اي حاجه مثلا تقف عليا ادخل اكتب شرح درس كذا، واشوف المستر اللي يطلع لي، افضل اقلب في السيرش. ممكن مثلا انا داخل مثلا اسمع فلان واقلب الاقي فلان تاني ما عندوش فيوز كتيره ولكن هو شارحها بطريقه مبسطه فاسمعه، فاهمني؟ فانت حاول تطلع باكبر استفاده من كله من غير ما تشتت نفسك. لكن لو هتعمل كده وهيشتتك فبلاش، اعتمد على مدرسك فقط وبلاش تشتت نفسك. برضو يا جماعه الغير مقتدر، برضو يعني دي حاجه انا بنصح بيها كتير، الغير مقتدر وعايز يشترك اونلاين مع مدرس وشايف ان هو مثلا المدرس ده ممتاز وبيجيب حاجات بتيجي في الامتحان وهكذا، انصحك بفيديوز ليالي الامتحان للاعوام الماضيه. احنا دفعه 2024، انا شخصيا كنت بسمع فيديوز 2023 ليالي الامتحان في بعض المواد اللي انا مش مشترك فيها اونلاين ولكن انا عايز استفاد، عايز مثلا اسمع شرح درس جديد وحاجه، فانا كنت بسمع من فيديوز ليالي الامتحان للعام اللي قبل. فطلبه 2025 للعام الحالي انصحكم بفيديوز ليالي الامتحان 2024، اقسم بالله ما في فيها معلومه ناقصه، منهج كامل مشروح وفي وقت قياسي، وبالاضافه ان كمان محلول عليه، يعني انت بس مش بتسمع شرح، لا انت بتسمع حل كمان، وبالاضافه ان انت خلاص في نهايه العام فهتلاقي المدرس بيعمل تربيطات ما بين الفصول، فانت محتاج ده دلوقتي. فهي نفس الفكره، يعني لو انت غير مقتدر انك تشترك اونلاين مع مدرس انت شايف ان هو هيفيدك، فيديوز ليالي الامتحان اساتذتنا الافاضل كلهم بيجوا في النهايه وبينزلوها مجاني على اليوتيوب، اسمع ما بدالك، اسمع المدرس اللي يعجبك، حقق اكبر استفاده، المهم مصلحتك انت برضو في الاول والنهايه، بس من غير ما تشتت نفسك، لان التشتت للاسف ممكن يضيعك في نهايه العام ده. ندخل بقى في أهم سؤال بيشغل كل الناس اللي لسه حاسبين إنهم متأخرين شوية. عادي لو بدأت دلوقتي؟ وهل فعلا لسه في أمل ألحق؟ وللاسف ده ما عادش اختيار يا جماعه، يعني اللي كان عنده ظرف او ربنا ما وفقوش ان هو يبدا في بدايه العام فهو دلوقتي ما عادش اختيار ان هو يبدا او لا، لا يعني للاسف ده بقى قرار، انت مضطر انك تبدا، مضطر انك تاخد بالاسباب الحاليه. ممكن نفسك اللوامه تقول لك يعني ما اللي بدا طول السنه هيجيب وتعب طول السنه، انا هاجي دلوقتي واجيب، اقول لك دي مش بتاعتي او بتاعتك، ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى، وبتختلف الاسباب باختلاف الشخص. حضرتك ظروفك مش زي ظروفي، مش زي ظروف اللي شغال من بدايه العام، فممكن ربنا سبحانه وتعالى كان حطك في ابتلاء او اختبار واستناك انك تصبر ويحتسبك ان شاء الله من الصابرين وتكمل للنهايه، فهيجازيك على قد شغلك القليل ده. فده ما عادش اختيار انك تبدا او ما تبداش، لا انت مضطر تبدا، مضطر تتاقلم مع الوضع الحالي اللي انت فيه وتتوكل على الله. مجهودك هيبقى مضاعف مره مرتين ثلاثه 10، لا انت محتاج انك تشد حيلك تبقى راجل وتكمل. فده ما عادش اختيار، للاسف ده بقى قرار وانت مضطر انك تكمل وتطلع باقل خسائر. طيب بالنسبة لفترة المراجعة النهائية، كافية إن أنا ألم المتراكم أو الأجزاء اللي ما فتحتهاش خالص من أول السنة؟ يا جماعه فتره المراجعه النهائيه دي اقسم بالله كافيه انك تبدا المنهج من البدايه، والله العظيم كافيه انك تبدا المنهج من البدايه. واسالنا انا طالب في كليه الطب دلوقتي الحمد لله، احنا بنذاكر ليله الامتحان ده حقيقي، بامانه ده حقيقي. اقسم بالله بنذاكر ليله الامتحان، فاللي هو في اي شباتر ما اتفتحتش، هي بالك بقى ده في طب وباللغه الانجليزيه ومعلومات كبيره، والحمد لله ربنا بيكرمنا وبنكمل. يعني انا مش عايز احبطكم يا جماعه، يعني انتوا كتر خيركم والله، هي السنه مش معلومات كتير ولكن هي نفسيا اكتر، يعني هي صعوبه السنه في النفسيه مش في الكم اللي انت بتاخده. لو هي بالكم فانا اسف انتوا مش بتاخدوا حاجه خالص، لكن هي نفسيا ضغط نفسي وجسدي طول العام، ده بس اللي بيبقى في صعوبه السنه، وكمان صعوبه الاسئله اللي بتجيلكم. فاللي ما بداش لا ابدا، ايه المشكله؟ لو انت مراكم شابتر او شابترين من بدايه السنه افتحهم في المراجعه، ومراجعه ليالي الامتحان او المراجعه النهائيه هتلاقي المستر بيشرح بالامتحان او باسئله الامتحان، مش هتلاقي فيه دش كتير او مش هتلاقي فيه كلام كتير، هتلاقي المستر مركز على اهم النقاط اللي هو محتاجك تعرفها في الفتره دي، لان انت دلوقتي بتراجع، انت مش بتسمع شرح كبير من الاول، انت بتراجع، فتلاقي المستر مركز على اهم النقاط اللي هو بيسال فعلا عليها في الامتحان، يعني شاف ده من امتحانات السنين السابقه وشاف ان وضع الامتحان بيركز على النقاط دي، فتلاقيه مركز عليها، فده هيفيدك برضك وهيوفر عليك وقت ومجهود. فلو انت مراكم فصل او فصلين او والله العظيم ما فتحتش ماده تقدر تفتحها عادي الفتره دي، بس ده هيحتاج مجهود مضاعف منك شويه، فانت التزم، توكل على الله، استعين بالله وابدا، يعني ما تفضلش تقول ان انا لو بدات دلوقتي فانا مش هجيب او انا مش هعمل، لا ابدا وتوكل على الله، خد القرار وابدا وما تقلقش، في الاول والاخر ده توفيق وكرم من ربنا، وربنا ان شاء الله هيلهمك الصبر والقدره على استكمال المشوار وهتقدر تحصل كل حاجه باذن الله. يعني عادة أقسم يوم ما بين المراجعات والأم التراكمات؟ بص انا كنت افضل انك تمشي مع مدرسك زي ما هو ماشي، بمعنى المستر بتاعي شغال دلوقتي في الفصل الثالث مثلا في الفيزياء وانا مراكم الفصل الرابع، تمام؟
فهل انا اشتغل في الفصل الثالث وفي نفس الوقت ابدا فصل رابع واشتغل بالتوازي يعني في الاثنين؟ انا بصراحه مش بفضل النقطه دي، لان كده كده المستر بتاعك هيجي يراجع الفصل الرابع، يعني الفصل الرابع ليه وقت وحق من المراجعه هيجي وقته، فانت ادي كل اهتمامك وتركيزك للي المستر شغال فيه دلوقتي في الفتره دي، واصبر لحد ما يجي الميعاد اللي انت مراكمه وابدا ذاكره بقى من الاول وجديد، وهتحل عليه، وكمان هتلاقي ان المعلومات جديده وانت ذهنك حاضر اكتر لان انت مذاكرها، والمستر بتاعك بيحل عليها او بيراجع عليها برضه وبيقول المهم. بالظبط، وبيقول فعلا المهم. فبلاش تشتت نفسك يا جماعه، فتره المراجعه صعبه والله، هي للاسف هي مش سهله، هي صعبه، فانك تفكر تفكيرين في نفس الوقت انت كده بتجهد نفسك وبتحمل نفسك فوق طاقتك. لو انت مقتدر وهتقدر توفق توكل على الله مفيش مشكله، بس احنا بنتكلم للطالب اللي هو العادي زينا. انا لو انا بذاكر لا انا هكمل مع مدرسي ولحد ما يجي الوقت ان انا مراكم فيه الفصل الفلاني لا وابدا اذاكر بقى مع المدرس. تمام، فبلاش تشتت نفسك من دلوقتي. احلى حاجه قلتها ان هي فتره صعبه فعلا، ما عدناش بقى نقول لكم يا جماعه دي فتره سهله ومش عارف ايه وبتاع لا هي فعلا فتره هي صعبه. فعلا فتره صعبه جدا والله. بس انت ابدا زي ما دكتور عمر قال، واجتهد واعمل اللي عليك فيها، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرمك يعني. باذن الله تعالى. طيب ننتقل بقى على كتب المراجعه، هنخش على كتب المراجعه دلوقتي. كنت بتحل كام كتاب في كل ماده؟ وهل لازم فعلا اخلص 5 او 6 كتب زي ما الناس بتقول يعني وكده، ولا ممكن كتابين او 3 بس وانا يعني متقنهم؟ انا اكتشفت يا جماعه ان الكلام المتداول ده ما كانش ليا، وده ما كانش فكري انا لوحدي للاسف، يعني نفس اللي قال 5 او 6 كتب ده هو سمعها من زميل لي في عام ماضي، وانا برضو سمعتها من زميل ليا في عام ماضي واللي قبله واللي قبله، فهي فعلا متوارثه ما بين الاجيال. لكن للاسف ده فكر خاطئ بالبته. حضرتك لو هتحل كتاب واحد والله العظيم وعن استحقاق، لو هتحل كتاب واحد وتجمع كل افكاره وتركز فيه والله كفيل ان هو يدخلك الامتحان على الاقل ب 80% من الامتحان، كتاب واحد. ولكن انا كنت بفضل بصراحه في كل ماده كتابين، وكمان انا كنت بحل كتابين في كل ماده، وممكن كمان اخد افكار من بعض الكتب اللي هي مش معايا مثلا. يعني انا كان ليا زميل ليا دكتور اسلام، يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويوفقه، هو دلوقتي اكبر مني بسنه في طب دمياط. كان ليه كتب خارجيه، هو كان زي نفس الفكره بتاع 5 كتب او 6 كتب ده، فكان بيجيب كتب كتير وما حلهاش. يعني هو اتفاجئ ان هو حل كتاب والتاني لسه بيفنشه، وهو جايب مثلا كتابين تانيين ما حلهمش ما فتحش فيهم، فهو سلفني الكتب دي، وفي نفس الوقت برضه انا اشتريت كتب جديده. فلو انا خلصت ومحتاج مثلا ان انا اشوف افكار تانية من كتب تانية كنت بفتح كتب العام الماضي بتاع الدكتور اسلام وبشوفها، لكن ده مش مقياس، مش مقياس ان انا عشان ادخل طب ان انا احل 5 6 كتب، لا يا جماعه بلاش تحمل نفسك فوق طاقتها، رحم الله امرا عرف قدر نفسه، بلاش تحمل نفسك فوق طاقتها. بص هي مش بالكم هي بالكيف، وده خدها قاعده في حياتك، مش بالكم هي بالكيف. فلو هي الكم قليل ولكن انا بحل بالظبط تنوع الافكار، ما انا مش هحل على نفس الفكره دي عدد كبير من الاسئله خلاص وانا هضمتها او انا فهمتها، لا مش مستاهله. وفر وقتك ومجهودك ده لحاجه تانية، ما تجيش مثلا لماده على حساب ماده تانية، تقول مثلا الفيزياء دي انا خايف منها وصعب قوي فهحل فيها 3 4 كتب، الفرنساوي ده مثلا سهل قوي فانا هحل فيه كتاب واحد كافي. انا معاك ان اللغه الفرنسيه لغه جميله وسهله وكفايه انك تحل فيها، مثلا خليك مثلا في الكيمياء مثلا، انا شاطر في الكيمياء عن الفيزياء فهحل كتاب في الكيمياء واحل 3 4 في الفيزياء، لا لا، ادي لكل حاجه على قد قيمتها، وشوف انت يعني ده تتفاوت ما بينه وبين دكتور مثلا خضر او تتفاوت ما بينه وبين اي حد تاني، ومش بالكم هي بالكيف. كفايه عليك كتاب او كتابين بس انت خلصهم. ويا جماعه يعني بعتذر هخرج بره الموضوع، حضراتكم شايفين حال اولياء الامور بتوعنا الفتره دي، اهالينا يعني الدنيا بقت غاليه شويه، بلاش تحمل اهلك فوق طاقتهم، هم مش هيبخلوا عليك بحاجه على فكره ومش هيحسسوك باي تقصير، بس انت خليك شواف، خليك انت عالم بحال اهلك، بلاش تجيب كتب وتركنها، خصوصا ان الكتب الفتره دي بقت غاليه يعني بدرجه اوفر. كفايه عليك كتاب. وحاجه كمان بعض الطلبه بتتسرع ان هو مثلا يقول لك الكتب هتخلص من السوق فانا الحق اجيب كتابين واخليهم معايا دلوقتي لان الكتب هتخلص من السوق. والله الكتب يا جماعه مش بتخلص، ما تقلقش، لو انت شايل هم ان الكتب هتخلص لا الكتب مش بتخلص. هات كتاب بكتاب، بلاش تجيب الكتب كلها مره واحده كده وتلبخ نفسك، هات كتاب بكتاب، خلص كتاب واشتغل في الكتاب التاني، وانا بقول لك كتابين بس في كل ماده كافيين جدا 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 ان هم يلموا لك الماده بكل افكارها. طيب بما اننا في فتره مراجعه نهائيه، امتى ابدا احل شوامل وكم شامل في كل ماده؟ وانت يا دكتور عمر حليت كام شامل؟ انا حليت كتير قوي يا جماعه والله، انا حليت كتير قوي. بصوا يا شباب، امتى ابدا يحل؟ امتى تبدا تحل شامل؟ انا هقول لك فكرين والاثنين انا جربتهم بس في مواد مختلفه. تمام، الفكر الاول عرفنا برضو مواد ايه انا هقول لك الفكر الاول في ان انا كنت بحل شوامل بعد ما بخلص مراجعه جزئيه كامله، بحيث انا اكون ملم بكل جوانب المنهج.
يعني الفيزياء مثلا انا ما بداتش احل فيها شوامل الا لما خلصت الثمان فصول، وبفضل الله حليت تقريبا حوالي 30 شامل. يعني انا في كل ماده يا شباب بفضل الله كنت بحل مينيموم 30 شامل بامانه يعني الحمد لله. ودي برضك متفاوته ما بين شخص التاني، يعني ده مش مقياس ان انت عشان تحل يبقى تحل 30، لا، ممكن تحل اقل من كده، ممكن تحل اكتر من كده، دي بتتفاوت من شخص للتاني. فانا مثلا في الفيزياء مثلا انا كنت بستنى ان انا اخلص المراجعه الجزئيه كامله وبعدين ابدا احل شوامل. يعني ما يحلوش شوامل لو هم لسه ما خلصوش المنهج؟ لسه هقول لك، ما انا قلت طيب. لك في فكرين ماشي. للحته دي. طيب. الفكر الثاني في ان انا مثلا في ماده زي الاحياء، فانا كنت بخلص مثلا فصل، خلص مثلا دعامه وحركه، فافتح شامل واحل جزء الدعامه والحركه اللي فيه، فاهمني؟ لان انا عارف ان الاحياء صعبه يعني ومحتاجه حل كتير مثلا او محتاجه فكر مختلف. فانا كنت عامل حسابي مثلا ان انا اخلص مراجعه جزئيه في الكتاب ده، والكتاب ده مثلا فيه شوامل، فكنت احل جزء الدعامه والحركه مثلا، او احل جزء الهرمونات اللي انا لسه مذاكره احله برضو في الشوامل دي، احله مثلا في شاملين في ثلاثه، هتلاقي في كل شامل كده حوالي 6 7 اسئله، فحلهم انت مش خسران حاجه يعني. ده فكرين زي ما انا قلت، ممكن ان انت تستنى تخلص مراجعه جزئيه وتحل، وممكن ان انت وانت ماشي في المنهج الجزء اللي انت تذاكره حل عليه، دي برضو بتختلف من شخص للتاني. فانا افضل مثلا في مواد زي الفيزياء، ماده زي اللغه العربيه، ماده تانية زي الجيو، بس خلاص هي الجيو اتحذفت من عندكم، اصبر لحد ما تفنش المنهج كامل وحل. ماده مثلا زي الاحياء والكيمياء، انا كان من وجهه نظري يعني الاحياء كانت محتاجه حل كتير شويه، فانا كنت عامل حسابي مثلا ان انا اخلص الكتاب ده، انا عارف ان انا اجيب كتاب تاني في الاحياء. هنيجي للاحياء احنا دلوقتي. هي الأحياء. هنتطرق لها الواحده خصوصا يا جماعه، ده انا من وجهه نظري الثانويه العامه هي عربي واحياء. فيزياء وكيمياء ده كان زمان بامانه يعني، وده اكتر مادتين هتعمل كانوا لنا مضيعين. مشاكل كده يا مع احترامنا بجد والله، يعني احنا داخلين ان مفكرين ان بعبع الثانويه العامه هي الفيزياء والكيمياء، انا من وجهه نظري هي عربي واحياء، مفيش بعد كده بجد. فادوا لها اهميه يا جماعه، ما تاثروش، خصوصا ان دي اخر ماده وبعض الناس بتهملها، لا هتهينك زي ما اهانتنا، بس بفضل الله كانت اجمل اهانه في الدنيا. يعني لو رجع بيا الزمن ان انا ازيد درجه في الاحياء عمري ما هقبل. انا لولا انا نقصت على فكره درجات كتير في الاحياء، بس ده كان كرم من فضل من ربنا، لان لو كنت زدت درجه كمان انا ما كنتش في المكان اللي ربنا اختارهوني دلوقتي، كنت هبقى في مكان تاني. فرب ضاره نافعه، انا نقصت كتير لكن بفضل الدرجات اللي انا نقصتها دي الحمد لله انا في المكان الكويس اللي انا فيه دلوقتي. فزي ما انا كنت بقول ماده زي الاحياء، ماده زي الكيمياء، ماده زي اللغه الانجليزيه ممكن تحل فيها وانت شغال في المراجعه الجزئيه، لان هي محتاجه تنوع افكار شويه وحل كتير وكده. لكن مواد مثلا زي الفيزياء واللغه العربيه والجيو ايام ما كانت منفصله، لا انت كنت ممكن تستنى شويه لحد ما تخلصها كامله وبعدين تبدا تحل شوامل. وبرده لو انت حابب تخلص المواد كامله وبعدين تحل شوامل براحتك مفيش اي مشكله، حابب تحل بالتوازي وانت ماشي كده برده مفيش اي مشكله، كده او كده ان شاء الله هنوصل. طيب، تجربتك بقى يا دكتور عمر مع الشوامل، كنت بتغلط كتير زي ما احنا بنغلط كده ولا كنت بتقفلها؟ من مواد لمواد، يعني في مواد بفضل الله زي الفيزياء مثلا، انا كنت بحب الفيزياء من بدايه العام، يعني هي الحمد لله كانت من اجمل المواد على قلبي يعني، فكنت بجيب درجات ده كويسه. انا عكسك تماما. فكنت بجيب، لا بص، ما انا قلت ان هي بتختلف من شخص للتاني، وده مش معناه ان انا اذكى من حضرتك خالص والله ابدا، لكن انا مثلا كنت بميل للماده دي وبحبها شويه، في حين مثلا ان انا في العربي انا عمري يا جماعه ما قفلت امتحان عربي بامانه، عمري ما قفلت امتحان عربي مش عارف ليه يعني، لحد ليله الامتحان والله ما قفلتش والله امتحان عربي يعني، وليا ذكريات اليمه مع اللغه العربيه، وبفضل الله جبت درجه كويسه يعني في اللغه العربيه. فحته درجات الشوامل، انا ممكن بس احور السؤال، هل درجات الشوامل مقياس لشغلي ولا لا؟ لان ده اللي بيخوف بعض الطلبه في الفتره دي، بعض الطلبه اللي بتبدا تحل دلوقتي تلاقيها بتنقص كتير وللاسف يعني بتحس بفقدان للشغف او بالخوف ان انا ذاكرت بس ما جبتش درجات عليها. لا، انا من وجهه نظري انت تسرعت في الحكم على نفسك، بلاش تحل شوامل مثلا وتوهم نفسك انك مقصر الا لما تخلص المنهج كامل، تخلص المنهج كامل وذاكرته مره واثنين وابدا حل شوامل، علشان تبدا تحكم على نفسك وتقول فعلا انا مقصر في النقطه دي فمحتاج اذاكرها كويس. لكن بلاش تحكم على نفسك حكم مبدئي او حكم مسبق وانت لسه ما خلصتش مذاكره. في درجاتي في الشوامل انا في مواد يا جماعه اقسم بالله انا كنت بنقص فيها مثلا بال 15 غلطه، ماده مثلا زي اللغه العربيه والله انا كنت بنقص من بدايه الشوامل، اول 5 شوامل حليتهم في اللغه العربيه كنت بغلط بال 15 غلطه، مش 15 درجه يعني على فكره 15 غلطه، يعني في اسئله كان ممكن بدرجتين، وكان في المذكره بتاعه الدكتور زكريا ربنا يبارك في حضرته يعني ببعت له السلام مننا، كان في اسئله بدرجتين، انا ممكن مثلا ال 15 غلطه دول كانوا يجيبوا لي مثلا حوالي 20 25 درجه مثلا، فلا ده عدد كبير قوي. فتخيل مثلا ان واحد بيغلط 25 درجه نفسيته هتكون عامله ازاي. رحت لمدرسي بقول له حضرتك انا بنقص كذا وانا حاسس ان انا ماشي غلط وبتاع، قال لي لا ده الطبيعي في البدايه، كده كده اللغه العربيه احنا عارفين وحضراتكم عارفين ان هي محتاجه حل كتير والافكار مختلفه وبتبقى صعبه وسهله وبتتفاوت يعني من شخص للتاني، فحل فيها كتير.
ما تحكمش على نفسك من البدايه. انا بقول لك كنت بنقص بال 15 غلطه، بدا مع مرور الوقت. انا بقول لك حليت مثلا حوالي 30 شاول ويمكن اكتر كمان في اللغه العربيه. ال 15 غلطه دول بداوا يقلوا ل 10، بداوا يقلوا ل 5، بداوا يقلوا مثلا ل 2 3 لحد ليله الامتحان. اقسم لك بالله انا وصلت ليله الامتحان كنت بحل امتحان 2023 دور اول، والله انا غلطت غلطه وكانت سهو، كانت في الادب، كان سؤال في الادب سهو يعني، كمان مش اللي هو صعب السؤال عليا. انت متخيل؟ من 15 غلطه لغلطه واحده وكانت سهله. فانا داخل الامتحان كل شغف، كل حماس، كل يقين في كرم ربنا سبحانه وتعالى ان انا تعبت وربنا كريم. ربنا كريم يا جماعه. احنا والله لو ربنا بيعاملنا على قد تعبنا فاحنا مش هنتحرك من مكاننا، لان في الاول والاخر احنا مقصرين، شئنا ام ابينا احنا مقصرين، ولازم نعترف ان احنا مقصرين. ما تفكرش انك عملت كل حاجه في الماده دي او عملت كل حاجه فكده ربنا بقى خلاص انا عملت كل حاجه فهقفل، غير لا. توفيق ربنا ولا توفيق ربنا فوق كل شيء، ورضا اهلك يا جماعه. يا شباب اخواني، الثانويه العامه ما تلهكاش عن عبادتك، الثانويه العامه ما تكونش سبب في ان انت تزعل اهلك. لا، انت مستني ربنا يكرمك ازاي وانت عاق باهلك بحجه ان انا بذاكر، او ان ما اسمعش كلامهم مثلا واقصر في حقهم ان انا بذاكر انا مشغول دلوقتي. لا لا، هي عمرها ما كانت بالمذاكره بس، في اسباب كتير خفيه ربنا وحده اللي يعلمها. على فكره انت ممكن توفيقك ده اصلا مش عشانك، ده عشان في والد ووالده بيدعوا لك وبيتعبوا، فربنا بيجبر بخاطرهم فيك، فعايز يفرحهم فيك، فانت سبب فرحتهم. يعني ما تفكرش ان هي فهلوه او شطاره منك، لا. وانا اكبر مثال والله العظيم، لو ربنا بيعاملني على قد مجهودي انا ما كنتش هوصل لحاجه. انا ليا اهل، ليا ام بتصحى في صلاه الفجر بتدعي لي، شخص ليا لوحدي دعواتها كلها كانت ليا والد بيتعب وبيجتهد علشان يجيب لي فلوس الدروس. هي بس مش بمجهودنا. فعبادتك ثم عبادتك ثم عبادتك ثم برك بوالديك، فاوعى تاثر او تكون عاق باهلك. تمام. عايزين بقى نرجع شوية ليومك في فترة المراجعة، كنت بتذاكر كام ساعة في اليوم وقتها، وازاي كنت بتذاكر المواد بقى في المراجعة؟ احنا عايزين ننتقل المادة مادة، بس أول حاجة عايزين نعرف كنت بتذاكر كام ساعة في اليوم في وقت المراجعة ايه؟ سؤال كام ساعه ده انا بعتبره سؤال مستفز جدا بصراحه، لان انا 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 بعتبره سؤال مستفز، لا من اللي بيساله ومستني ان انا اقول له اللي انا بذاكر كذا. انت فاهمني؟ انا زي ما انا قلت في البدايه عمرها ما كانت بالكم، هي بالكيف. فلو حضرتك هتذاكر عدد معين من الساعات وهتحصل فيه المطلوب منك، افتكر دايما انت ما تسيبش الكتاب الا لما تخلص المطلوب. ما تقولش انا هسيب جزء لبكره هكمله، والله العظيم ما هتكمله. هتماطل، هتفضل تماطل كده ومش هتكمل. فهي دايما بالكيف مش بالكم. شوف انت مجهودك او طاقتك قد ايه وهتخلص المطلوب منك في قد ايه. انا مثلا انا يعني عشان برضو اريح اللي سائل السؤال ده اكيد برضو وعايز يسمع الرقم، انا مثلا بفضل الله كان ممكن اذاكر من 10 ل 12 ساعه. فانا مثلا كنت يا عم انا كنت بحب المذاكره، انا كنت دحيح والله وانا في ثالثه ثانوي، انا كنت بحب المذاكره. لكن مثلا ممكن طالب تاني ياخد ده مقياس، فلما يذاكر مثلا 5 او 6 ساعات بضمير، لان هو شاف مثلا ان عمر ذاكر 12 ساعه فانا عايز اذاكر زيه عشان اجيب زيه. ابدا، عمرها ما كانت بكده. انت ممكن اصلا الخمس ساعات التانيين تبقى مش ده مركز. ده حقيقه ممكن انت تفصل فعلا، بس انا كنت دايما بحاول ان انا اجدد شغفي يعني بحاجات تانية. انا قصدي ان كل واحد وقدراته. طبعا تختلف من شخص للتاني طبعا. انت يعني معلش يا دكتور عمر، انت ممكن تقعد ساعتين ثلاثة تحصل اللي عمر حصله في ستة، يعني مع احترامي لعمر انا بتكلم ان حقيقة. احنا قدراتنا مختلفة. مختلفة. بالظبط. فهي مش بالكم، ما تاخدش مقياس ان انا محتاج اذاكر عدد معين من الساعات، لا. انا بقول لك على حسب مطلوب منك النهارده، شوف هيخلص معاك في قد ايه. ونصيحه بلاش مثلا ان المطلوب منك النهارده يخلص في 5 ساعات فانت تحامل على نفسك وتقول لا انا لسه عندي وقت فسيبني اذاكر. لا، نصيحه مني، خد بريك وابسط نفسك. انت خلصت من اللي عليك النهارده، انت كده مش بتضيع وقت على فكره، بالعكس انت ما شاء الله يعني ما شاء الله انت ممتاز وخلصت المطلوب منك النهارده، خلصته في وقت اقل من المعتاد بس انت خلصت من غير كروته من غير تقصير، بس انت خلصت. لا، خد وقتك بقى وبسط نفسك، هي الحياه برضك مش مذاكره بس ولا لعب بس برضه في الاول والاخر، لكن طالما انت خلصت ابسط نفسك. ما تجيش مثلا والوقت ده هياخد منك مثلا سين مثلا 10 ساعات، مثلا هو محتاج 10 ساعات مذاكره، توزعهم بقى على اليوم، هو محتاج 10 ساعات مذاكره، فتقول لي انا خلصتهم في 4. طب انت مقتنع طيب ان الكم ده هيخلص في 4 ساعات؟ انت كده بتضحك على نفسك، كده بقى انت مقصر في الحاله دي، انت مقصر تمام، وكروت في المذاكره واهملت في المذاكره. لا بلاش كده. فشوف الكم اللي مطلوب منك النهارده واولويتك تخلص قد ايه النهارده، خلصه. هياخد منك ساعه 2 3 10، هياخد منك اليوم كامل. النصيحه مني تحمل على نفسك وكمل، لان اللي هيتعبك النهارده فاعرف ان هو هيريحك بعدين. بالظبط كده. طيب انا عايز بقى ناخد مادة مادة، زي كنت بتراجع مثلا اللغة العربية. بص يا غالي، زي ما انا قلت انا كان لي ماضي مش كويس خالص مع اللغه العربيه.
مع ان اقسم بالله بذلت فيها مجهود كبير جدا جدا جدا. بس شوف هنرجع برضو، هي عمرها ما كانت بالمجهود. يعني لو ربنا بيعاملنا بالمجهود فاحنا مش هنتحرك زي ما احنا قلنا. انا بذلت والله مجهود كبير، ولكن هي الماده ما كانش بينا كيمياء. انت فاهم، كانت معصلجه معايا من البدايه. انا من وجهه نظري ادي اولويه كبيره للنصوص القراءه، نصوص القراءه المتحرره، خصوصا ان هم عليهم حوالي تلتين في التلتين الامتحان. انت يا جماعه انت عندك نصين، وعندك قطعتين قراءه، قطعه معلوماتيه وقطعه ادبيه، وعندك نصين، واحد شعري وواحد نثري. كل سؤال، كل قطعه تقريبا او كل نص عليه حوالي من 8 ل 10 اسئله، فلا رقم كبير، وهتلاقي فيه اسئله كتير بدرجتين. فالمتحرر ده ادي له اهميه كبيره من وقتك. بعض الطلبه اللي خايفه من النحو، يا جماعه النحو ده الحاجه الوحيده اللي بتيجي في العربي من المنهج، يعني هو ده المنهج الوحيد اللي احنا بنذاكره وبنسال فيه. لكن بعض او تقريبا جل اسئله العربي فهي بتيجي متحرره، تيجي على فكرك انت وفهمك للمنهج، لكن مفيش حاجه بتيجي ستاندرد من المنهج انت بتحلها. فاهمني؟ فادي اولويه كبيره شويه للقراءه والنصوص. انا عن نفسي مثلا كان كل يوم يوميا، ودي من الحاجات اللي فرقت معايا على فكره، ان انا كنت بحل قطعه ونص يوميا. يوميا. في ناس كانت بتقول مثلا حل كل يومين او كده، انا كنت بحل يوميا. مره احل القطعه مثلا في نص ساعه، مره تانية الاقيني بحلها في 10 دقائق، في ربع ساعه. فبالحل الكتير هتلاقي ان مستواك بيتحسن. فنصيحتي ليك بجد يعني اعمل زي ما انا مثلا كنت بعمل، حل على الاقل يوميا في فتره المراجعه دي. والمستر بتاعك مثلا بيراجع وحدات نحو او بيراجع مدارس ادبيه او كده، حل كل يوم قطعه ونص. ده والله العظيم هيوفر عليك وقت ومجهود كبير، وهيديك خبره وطرق في الحل. هتلاقيك بتوجد مع نفسك كده طرق وفكر الحل من كتر ما انت حليت كتير، لغايه ما توصل للامتحان انت خلاص بالظبط. متمرس. انت متمرس بالظبط كده فعلا، وصلت لمرحله من التمرس ان انا عارف السؤال ده مثلا هوصل له ازاي. وفي الاول والاخر برضو عايز اقول حاجه، بعض المدرسين بيقولوا ان القراءه والنصوص ما بتتذاكرش. انا اختلف مع الراي ده بصراحه. عايز تعمل لنا مشاكل يا جماعه انا والله بقول لكم تجربه شخصيه، انا بقول لكم تجربه شخصيه. بعض المدرسين بيقول لك ان دي متحرره، فدي بالحل الكتير بتظبط. انا من وجهه نظري لا، هي لها منهج وبيتذاكر. وبشكر مدرس بعينه في النقطه دي، لان بجد يعني دي مش دعايه يا جماعه، بس هو بجد هو كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون متمكن بفضل الله في القراءه والنصوص. مستر وليد محسن. مستر وليد محسن مدرسنا من السويس، ليه منصه وليه قناه على اليوتيوب. انصحكم وبشده ان انتم، مع احترامي طبعا لكل اساتذتنا الافاضل التانيين، يعني ده لا يعيب في حضراتهم او ينقص من قيمه حضراتهم في شيء يعني، بس ده عن تجربه. المدرس لقيته بيدي منهج للعرب. يا جماعه يقول لك القراءه والنصوص ده متحرر فهو مالوش منهج، لا. مستر وليد عامل منهج وشرح لنا السؤال ده نجيبه ازاي ونحله ازاي ونوصله ازاي. فاللغه العربيه ادي اهميه يا جماعه للقراءه والنصوص. ركز في الادب، لان انا غلطات في الادب. للعلم انا الحمد لله جايب 75 في العربي. انا والله كنت اتمنى ان انا اقفل، بس الحمد لله ده كرم وفضل من ربنا. فانا غلطاتي كانت فيها سؤالين في الادب وفيها سؤال في النصوص. فنصيحتي ركز في الادب كويس، خليك ملم بكل جوانب المدارس الادبيه. بلاش تذاكر كل مدرسه بعينها، ذاكرها دايما بالعرض. شوف وجه المقارنه واحد، يعني مثلا شوف المدرسه دي في اللغه او شوف اللغه في كل المدارس كذا، شوف البيان في كل المدارس كذا، شوف الفكر او الوجدان في كل المدارس كذا. انت فاهمني؟ يعني ما تاخدش كل مدرسه منفصله بحد ذاتها كده. ذاكر المدارس الادبيه بالعرض وادي لها اهميه، لان للاسف يعني اصعب اسئله بتيجي في الادب. النحو اللي انت شايل همه ده اقسم بالله هيكون اول حاجه انت بتحلها واكتر حاجه بتقفلها، لان دي الحاجه الوحيده اللي انت قعدت تذاكرها طول السنه وتحل عليها كتير وجيت من المنهج. تمام. فالناس اللي مفكره النحو صعب وشايل هم، ما تقلقوش يا جماعه، النحو ان شاء الله بيجي سهل وبسيط. بس ركز في القراءه والنصوص، حاول على قد ما تقدر تحل نص وقطعه كل يوم او كل يومين، يعني على حسب مجهودك وعلى حسب وقتك. ده هيخليك متمرس وعندك قدره انك تحل بسرعه. طيب ننتقل للانجليزي، وخصوصا لو انا اصلا مقصر في الانجليزي بقى ومراكم حاجات ولا بحل انجليزي ولا اي حاجه. يا جماعه الانجليزي ده باللي انا بسمعه من بعض الطلبه اليومين دول للاسف بقى شيء زياده عن اللازم. هو فيها يا جماعه، هو الانجليزي ده مش ماده. يعني هو خلاص حضرتك بقيت دحيح، يعني انت عامل حسابك ان انت هتيجي تلم الماده دي في اخر الشهر. لا، في النظام الجديد اللي احنا فيه ده الانجليزي كان عليه 50 درجه تقريبا، 50 درجه. النهارده الانجليزي عليه 60 درجه زيه زي الفيزياء، وكمان 60 درجه مضمونين سهلين يا جماعه. الانجليزي والله العظيم واللغه الفرنسيه على ايامي كان من اسهل المواد اللي تتقفل. فانت ليه تاثر في الحاجه زي دي؟ ليه تهمل؟ ليه تفرط في 60 درجه والله سهلين عن الفيزياء؟ يعني انت شايل هم الفيزياء وبتحل فيها كتير وجاي على نفسك فيها، وانت ما انتش ضامن انك هتقفل فيزياء. لكن الانجليزي نفس ال 60 درجه بنفس مثلا ال 15% زيها زي الفيزياء، ومضمونين شويه، فليه تهمل فيه؟ اسف بس ان انا انفعلت في الحته دي، بس انا بدات الاحظ ان الطلبه مهمله جدا في اللغه الانجليزيه. وكمان يعني انا من وجهه نظري هي دي اهم ماده هتكمل معاك الفتره الجايه. يعني انت ان شاء الله لما هتدخل كليه الطب او اي كليه تانية هتلاقي ان الانجليزي بقى شيء محوري فيها، الدراسه كلها بقت باللغه الانجليزيه.
فانت محتاج تتاسس كويس. وانا من وجهه نظري اللغه الانجليزيه هي لغه تراكميه، مش بس هتذاكرها في ثالثه ثانوي، لا انت لو لاحظت الجرامر او الفوكاب اللي انت بتاخدها في ثالثه ثانوي هي حصيله كلمات وحصيله جرامر شغل سنين فائته. يعني انت شغل من ابتدائي كمان، يعني انت بتاخد من اول ايه وان وذا وتكمل لحد النهارده ما بتاخد الماضي البسيط والمضارع البسيط وات ايفر يعني. فكلها حاجات تراكميه، فلو انت متاسس صح، لو انت شغال انجليزي صح طول السنين اللي فاتت، هتلاقي ان الموضوع لايك بيس اوف كيك، ما فيش اي مشكله. بتبذل بس مجهود بس في بعض الاكسبريشنز او بعض الكلمات او بعض القواعد الزياده، بس الحاجات الشاذه او الحاجات اللي فيها التريكس او التريك اللي بيسال فيها، هي دي بس الحاجات اللي انت تاخدها في الثانوي. لكن الموضوع مش صعب، فليه تهمل فيها؟ واللي انت شايل هم اللي انت مثلا كنت مقصر فيها، من دلوقتي يا جماعه انت تقدر في اسبوعين اقسم بالله تذاكر المنهج كامل لو انت متاسس كويس السنين اللي فاتت. ده بنفترض انك مش متاسس كويس، انصحك بفيديوز ليالي الامتحان. اسمع مثلا النهارده انا هذاكر يونت 1، فانا هسمع جرامر يونت 1، هتلاقي المستر بدل ما كان بيشرح في بدايه السنه في ساعه ونص اللي بيشرح في نص ساعه، هو بقى بيشرح بطريقه الامتحان، الحاجات اللي وضع الامتحان بيسال فيها. مش هيقول لك مثلا المضارع البسيط هو الفعل في المصدر او معاه اسم هيوشيت، لا مفيش الكلام ده. الكلام ده احنا عديناه، احنا كبرنا على الحاجات دي. فتلاقي ان هو بيقول لك مثلا هو بيسال في الروابط، مفيش سؤال في الامتحان بيخلو من سؤال الروابط مثلا، اللي هو يقول لك مثلا وان معاه مضارع بسيط الجمله الثانيه مثلا قولوا المصدر، وهكذا مثلا. سؤال الرابط ده مهم، فتلاقي ان هو بيركز على الحاجات دي لان هي دي اللي بتيجي في الامتحان. فلو انت لسه ما بداتش او مقصر او ناسي، حتى لو انت كنت بتذاكر وناسي، انصحك بفيديوز ليالي الامتحان. كل يوم مثلا خد لك وحده، اسمع جزء الوحده او الجرامر مثلا من على اليوتيوب من فيديوز للامتحان، واسمع كمان جزء الكلمات راجعها مع نفسك. هتلاقيك مثلا بتذاكر الوحده مثلا بتسمعها في ساعه وبتذاكرها في ساعه، فيعني ماده انت مقصر فيها، فمفيش مشكله لو هتتحامل على نفسك وتدي لها ساعه او اتنين من يومك يوميا يعني، فاهمني؟ لكن باذن الله يا جماعه الانجليزي اقسم بالله من المواد السهله، من المواد اللي يعني ان شاء الله تقفلها باذن الله. ونصيحه ما تقصرش فيها من دلوقتي على الاقل، حتى لو انت كنت مقصر بلاش تقصر من دلوقتي، لان هي الماده الوحيده اللي هتكمل معاك الفترات او السنين الجايه باذن الله. طيب احنا اتكلمنا عن العربي والانجليزي كده، اللغات انتهت لان الفرنساوي خلاص ما بقاش بيضاف للمجموع. فعايزين ننتقل للبعبع بقى بالنسبه لناس كتير، وبالنسبه لي انا شخصيا الفيزياء. انا زي ما انا قلت، انا الفيزياء من اهم من اجمل المواد اللي انا كنت بحبها، لان انا كنت بحل فيها كتير، وكنت شغال اونلاين